إنما تصبون إليه من خلال هبتكم الشعبية التي باركناها وباركنا غاياتها السامية، تقتضي منا جميعا التبصر والحكمة لإجهاض ما يدبر ضد وطننا من دسائس، وبذلك نتجاوز معا بأمان هذه المرحلة الفارقة في تاريخ أمتنا. وفي هذا المقام أنوه مرة أخرى بتفاهمكم عن وعي ودراية لحساسية المرحلة أنتم أبناء وطني، وجدد دعوتكم إلى المزيد من الفطنة والحرص لكي تحافظ مسيرتكم على سلميتها وحضاريتها، وذلك بالعمل على تنظيمها بما يحميها من أي اختراق أو انزلاق، كما كان الحال بمسيرات الجمعة الفارطة التي تميزت بالهدوء والسكينة، وبذلك نفوت الفرصة معا ككل مرة على المتربصين بأمن وطننا واستقراره. وفي هذا الصدد نذكر أن بلادنا طالما كانت مستهدفة وعرضت للمؤامرات الدنية لزعزعة استقرارها وتهديد أمنها جراء مواقفها الثابتة وقرارها السيد الرافض لكل الإملاءات. وقد توصلنا إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد الذي تعود بوادره إلى سنة 2015، حيث تم كشف خيوط هذه المؤامرة وخلفيتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر على تفكيك الألغام، أقول الألغام التي زرعها هؤلاء المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة، وسيتم تطهير هذه القطاعات بفضل تضافر جهود كافة الخيارين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي المرابطين على ثغور الوطن والحريصين على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي.